من يومين في حد كلمني وسألني على الشغل المعماري على موقع Upwork. النهاردة أنا هفتح موقع Upwork وهبدأ أشوف الشغل اللي عليه ونبدأ نحلله من وجهة نظري، وأشوف هل الشغل ده مناسب ولا مش مناسب، هل الشغل ده أخده ولا ماخدوش، إيه المميزات اللي موجودة فيه، إيه العيوب اللي موجودة فيه. ده الفيديو بتاع النهاردة، يلا بينا. أول حاجة أنا فاتح موقع Upwork، خليني أجيب آخر الشغلانات اللي موجودة. ده الشغل اللي بدأ يظهر لي على الموقع. طبعا أنت لازم تبقى فاهم إن الموقع ده هيبقى مختلف في الأكونت بتاعي عن الأكونت بتاعك عن أكونت أي شخص، والاختلاف ده نتيجة المهارات اللي أنت بتحطها في البروفايل بتاعك، بحيث إنك أنت لو حاطط حاجة ليها علاقة مثلا بالشغل المعماري هيبدأ يظهر لك شغل معماري، لو أنت جرافيك ديزاين هيظهر لك شغل ليه علاقة بالمجال بتاعك، وهكذا. اختلاف المجالات بينتج عنه اختلاف الشغل اللي Upwork بيعرضه لك أو بيرشحه لك. فأنا في المجال المعماري ده الشغل اللي بدأ يظهر لي. طب أول حاجة خلينا نقول، هل ده كل الشغل اللي موجود على الموقع دلوقتي؟ لأ، ده مش كل الشغل، ده الشغل اللي Upwork بيرشحه ليا وللناس التانية. طب ليه في شغل هو بيرشحه وفي شغل ما بيرشحه؟ هو هنا بيعرض لك كل الشغل اللي بينزل على الموقع. يعني أنت لو جيت هنا هتبدأ تلاقي إن في شغل لسه نازل بقاله 28 ثانية و24 دقيقة. لو أنت جيت هنا هتلاقي الشغل ده بقاله 12 ساعة. معنى كده إيه؟ معنى كده إن هنا يشوف الشغل المناسب ليك أنت كشخص ويبدأ يعرضه لك بالنسبة للمهارات بتاعتك وبالنسبة للتعامل القديم مع العملاء. هو بيعمل زي فلتر كده، بيشوف أنت اتعاملت مع عملاء بتصنيف معين فبيبدأ يرشح لك العملاء دول، عكس إن في الجزء ده هو بيعرض لك كل الشغلانات أو كل الشغل اللي بينزل على الموقع. أنت لو لسه بادئ في الموقع، أنا بالنسبة لي يفضل إنك أنت تشوف الشغل اللي لسه نازل، علشان الشغل اللي لسه نازل هيبقى الناس اللي بيقدموا عليه أقل، وبالتالي ده أفضل بالنسبة لك. ولكن لازم تبقى فاهم إن كل الشغل اللي بيبقى موجود هنا مش كله هيبقى كويس. ليه الشغل اللي هنا مش هيبقى كويس؟ علشان الشغل اللي هنا كل الشغل اللي على الموقع، الشغل اللي هي Upwork بيرشحه هو الشغل الأعلى تقييم، الأعلى تقييم بالنسبة للعملاء، الأعلى تقييم بالنسبة لمهاراتك. هتلاقي العملاء كلهم مسجلين على الموقع، عكس كل الشغل اللي بينزل بيبقى فيه عملاء مش مسجلين على الموقع، مش فعالين وسيلة الدفع، بالتالي مخاطرة إن يبقى فيه مشكلة في الشغلانة بتبقى أزيد. فأنت لو هتنقي شغل من الجزء ده لازم تبقى فاهم كام نقطة هنتكلم فيهم دلوقتي وإحنا بنشوف الشغل. خلينا نشوف أول شغلانة دلوقتي ونشوف هي بتتكلم عن إيه. طيب، هو شخص عايز ديكور، حتى هو مش كاتب ديزاين لقاعة. طبعًا هو مش كاتب تفاصيل كتير، فأنت هتحتاج إن أنت تقدّم على الشغل عشان تعرف منّه تفاصيل أكتر. حاجة زي كده لمّا آجي أبُص عليها في كام حاجة إيجابية وفي كام حاجة سلبية. أول حاجة سلبية، هنا العميل مش موثّق وسيلة الدفع بتاعته، ما اشتغلش قبل كده، ما دفعش فلوس في الموقع، فبالتالي أنا الشخص ده مش موثوق فيه ومش موثوق منّه. يعني ممكن بعد ما أعمل الشغل بتاعي أو أعمل الشغل ما آخُدش الفلوس بتاعتي. في نتيجة الكلام ده هو بيبقى risk إنّك أنت تدخل في شغلانة زي كده. ولكن الحاجة الكويسة إنّك أنت هتستخدم 4 connect فقط، يعني المخاطرة عالية ولكن استخدامك للconnect بيكون أقل. وحاجة كمان، الشغلانة دي أقل من 5 قدّموا عليها، أقل من 5 قدّموا عليها، بمعنى إن هي لسه نازلة. فدي بتبقى فرصة ليك أنت إنّك أنت تقدّم على الشغلانة، والعميل لو لسه موجود أو لسه شايف الapplication اللي بتيجي له يقدر إن هو يرُد عليك وتاخد الشغلانة بسرعة. هو فعلًا من متطلباته اللي هو كاتبها إن هو عايز حد سريع جدًا في الرَد عليه، علشان واضح إن هو مستعجل. هو بيقول كده فعلًا إن هو مستعجل على الشغل ده. دي بتبقى فرصة كويسة، ولكن أنت لازم تضمن حقك. من ضمن الأساليب إن أنت ممكن تضمن حقك فيها، إنك أنت تطلب منه إن هو يحط فلوس
في الموقع ما تشتغلش من غير ما يحط فلوس في الموقع. ده بيضمن حقك بشكل جزئي ولكن مش بشكل كلي. وليه؟ علشان ده زي ما قلنا عميل ما اشتغلش قبل كده على الموقع، بالتالي انت مش عارف هل هو موثوق منه او لا. ممكن بعد ما الشغل ما يخلص ما تشوفوش وما تاخدش منه اي فلوس، تخش معاه في موضوع مشكله، او ممكن يشتكيك من غير سبب. ممكن حاجات كتير ممكن تحصل. دي المخاطره اللي بتكلم عليها، المشكله اللي ممكن تقابلها، والحاجة الكويسة اللي هي فكرة عدد الكونكت القليل. فده أول شغلانة. تاني شغلانة، طيب ده شخص عايز تفاصيل أكتر في فراغ معمول له من معماري كان شغال معاه. يعني باختصار المعماري عمل له الشغل بتاعه، والشغل بتاعه هو كان عبارة عن غرفة فيها يعني هو مش كاتب بالظبط الغرفة دي فيها إيه، ولكن هو عايز تفاصيل أكتر. يعني هي تعتبر شغلانة كويسة بالنسبة للسعر بتاعها، ولكن هو بيتكلم 3D model of the building، اللي هو هنا ما حطش الفايل، فأنت مش عارف مساحة دي حاجة تكنيكال شوية لو أنت بتتفرج عليها ومش في التخصص، فهي حاجة تكنيكال شوية إنك أنت مش عارف مساحة الغرفة، مساحة التفاصيل اللي في الشغل. ولكن بشكل مبدئي هي كويسة إنك أنت تقدم على حاجة زي كده. نيجي بقى زي ما قلنا إن إيه، دايما العميل الكويس بيقابله المشكلة بتاعة الكونكت. عدد الكونكت اللي مطلوبة بتبقى كتير، بالتالي أنت بتكسب حاجة وبتخسر حاجة. يعني أنت لو اشتغلت مع العميل ده فبنسبة كبيرة الشغلانة هتخلص كويس، وده علشان العميل عنده تقييمين قبل كده من شخصين، فبالتالي هو اشتغل قبل كده على الموقع ودفع فلوس وهو شخص موثوق فيه. ولكن المشكلة إنك أنت لما تيجي تقدم هتحتاج 12 كونكت، وأنت لو لسه عامل الأكونت جديد فأنت بيبقى معاك تقريبا 50 كونكت، ده 20% من عدد الكونكتس اللي معاك، فهي يعتبر كتير شوية. ولكن بشكل عام هي حاجة كويسة إنك أنت تفهم فيها عموما. وفي برضه حاجة مهمة جدا مخدتش بالي منها، إن هو بيقول لك البرنامج اللي أنت تستخدمه توين موشن، برنامج إظهار عامل زي اللوميون ولكن مختلف شوية، التكنيكال بتاعه مختلف شوية. يعني ده شرط من الشروط بتاعته، فده برضه إيه بيخليك لو أنت مش كل الناس شغالة على البرنامج ده، فبالتالي لو أنت شغال فيه دي فرصة كويسة وهتلاقي منافسة قليلة. هو فعلا الشغل بقى له ساعة، في من 10 ل15 واحد قدّموا وهو كلّم حد، معنى كده إن العميل أو الclient موجود دلوقتي وبيبدأ يرُد على الناس. ولكن بالنسبة لي لو أنا جيت أشوف الشغلانة دي، فهي نسبة الحصول على الشغل مش كبيرة. أنا ليه دايمًا باتكلّم في النقطة دي؟ علشان أنت ما عندكش connects مفتوحة. لو أنت عندك عدد مفتوح فأنت أي حاجة ممكن تقدّم عليها، ولكن احتفاظك واختيارك للشغلانات ده بيوفّر عليك المشكلة اللي هتقابلها لمّا تقدّم على شغل كتير وما حدش يكلمك، بالتالي connects اللي معاك هتخلص، ولو خلصت مش هتعرف تقدّم على شغل، بالتالي أنت لازم تستخدمهم بشكل دقيق نوعًا ما. هو بدأ يكلم شخص، الشخص ده هل هو أخد الشغلانة؟ احتمال، ما أعرفش. ولكن أنت حاليًا لو أنت قدّمت فأنت معاك 15 منافس تقريبًا، أو من 10 ل15، وفي حد أصلًا هو كلّمه خلاص، الشخص ده ممكن يبقى ربّط معاه الشغل ممكن لأ، بالتالي ما تقدّمش على شغل زي كده. لو أنت برضه عندك عدد connects قليلة ومثلًا ما شحنتش connects، في طريقة إنّك أنت تشحن فيها connects دي مش هارشّحها لكل الناس، في ناس تقدر إن هي تعمل كده وفي ناس لأ، ولكن بشكل عام لو أنت لسه بادئ لأ، ما تقدّمش على حاجة زي كده. أوكي. دي الشغلانة التانية. الشغلانة التالتة، طيب الشغلانة التالتة هو عايز 3D render يعني ممكن نقول تسريحة، هو طبعًا مش حاطط الشكل بتاعها، لكن ممكن نقول تسريحة. والفكرة واضح إن هو يعني دي برضه من ضمن الحاجات المفيدة إنك أنت تعرفها، إنك أنت تبقى فاهم هو العميل ده هيستخدم الصورة اللي هو عايزها في إيه، أو الشغل اللي هو عايزه هيستخدمه في إيه. في الشغل اللي هو عايزه هنا هو واضح إن هو عايز الصورة realistic أو تكون واقعية، علشان هيستخدمها في البيع الأونلاين على متجر، على أمازون، أيًا كان هتتباع فين، بالتالي هو عايزها واقعية جدًا وشكلها مميز جدًا. طيب هو دلوقتي بيتكلم إن هو عنده 12 قطعة، يعني 12 شكل تسريحة اللي عايزهم يخلصوا، وكل اللي عايزه إن هم يترندروا بشكل كويس، علشان أكيد محتاجهم يعرضهم على موقع معين.
وأكيد لمّا أنت بتكلمه تعرف منه تفاصيل أكتر. طب لمّا نيجي نبُص على الشخص ده اشتغل وادّى تقييمات ل23 شخص، تقييماته كويسة جدًا، دفع في الموقع $172,000 كويس. فبالتالي أنت بتخش شغلانة زي كده وأنت متطمن، بالذات علشان في أقل من 5 بس هم اللي قدّموا على الشغلانة، دي حاجة جميلة جدًا. يعني لو حد يقدر يقدّم على شغل زي كده، في المنافسة بتبقى قليلة جدًا وشخص موثوق منه وأنت متأكد منه. نرجع للمشكلة اللي إحنا اتكلمنا فيها، عدد الconnects اللي موجودة 12 فقط، وبالتالي كتير بالنسبة لشخص لسه بادئ. لكن زي ما قُلنا الحل اللي اتكلمنا فيه قبل كده وما اتكلمتش فيه بالتفصيل، إنك أنت في إمكانية إنك أنت تشتري connects من على الموقع. طبعًا ده مش حاجة متاحة لكل الناس، ولكن هو حل متاح تقدر تستخدمه لو أنت الconnects بتاعتك قليلة. ولكن قبل ما تشتري وقبل ما تفكر في الخطوة دي، أنت لازم تستخدم ال12 connect اللي معاك بشكل كويس، ما تستخدمهمش بشكل عشوائي، ما تقدمش على أي شغل عندك. ده الشغلانة التالتة. الشغلانة الرابعة اللي موجودة، كلام كتير، واضح إن هي شغلانة كبيرة مش صغيرة. يعني ك يعني كشخص لسه مبتدئ على الموقع وشخص لسه بادئ على الموقع، يعني بلاش نتكلم فيها عشان وقت الفيديو، ممكن نشوف اللي بعده. طيب الشغلانة دي مختلفة شوية عن باقي الشغلانات اللي قبل كده، وهي عبارة عن شخص محتاج رسومات هتتقدم للحي في البلد اللي هو فيها علشان ياخد تصريح بالبناء للبيت اللي هو بيتكلم عليه. ولكن هو محتاج تفاصيل لكل حاجة، محتاج لوح كهربا، لوح سباكة، تفاصيل معمارية، العلاقات ما بين الفراغات وبعضها، علاقات ما بين الماتيريال وبعضها، الخامات وبعضها. في موضوع كبير مش صغير، ومحتاج إنك أنت تبقى فاهم طريقة البناء وطريقة الرسم في المكان اللي هو منه، واللي هو منين، هو من مم، هو من أمريكا. أنت محتاج تبقى فاهم يعني إن في أمريكا هما ما بيبنوش بالطوب والمواد بتاعتنا، هما بيبنوا بطريقة مختلفة، وبالتالي بيبقى فيه تفاصيل كتير موجودة عندهم وبتبقى مطلوبة إنها تتقدم للحي عندهم علشان ياخدوا الموافقة على البناء. وبالتالي أنت محتاج تكون فاهم التفاصيل دي، والتفاصيل دي مش حاجة سهلة إنك أنت تبقى عارفها لو أنت ما اشتغلتش فيها، علشان هي تفاصيل خشبية. المبنى كله بيبقى أو معظم المباني هناك بتكون مبنية بالخشب، العلاقات ما بين الخشب والأطوال بتاعة الخشب وطريقة التركيب بتاعها، هل هيبقى لحام، هل هيبقى عشو معشوق، هل التفاصيل الكتير دي أنت لازم تكون فاهمها. وزيادة عن كده فهو الشغلانة ب$125، وده يعتبر مبلغ قليل بالنسبة لكمية الشغل اللي موجودة فيها، يعني هي مش منطقية. عشان كده برضه تلاقي في 5 بس اللي مقدمين عليها، وده نتيجة إن الناس شايفة إن الموضوع صعب ومش مجزي بالفلوس، عشان كده تلاقي الناس اللي قدمت قليلة. دي الشغلانة الرابعة. أنا عشان الفيديو ما يطولش وصل لتلت ساعة، هكتفي بالجزء ده ونشوف الفيديو الجاي باقي الشغلانات والتقييم عليها. قولولي رأيكم في الفكرة، وهل ممكن نطبقها في التصميم الداخلي ولا انتوا محتاجين في مجالات تانية اللي احنا نتكلم عليها بشكل تفصيلي زي كده. يلا، سلام.